السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السبت 7/1/2023 وتقرير مصغر عن هدافين كأس العالم عبر التاريخ الكروي. انتهت بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر الشهر الماضي، وطبعا المنتخب الأرجنتيني فاز بالبطولة وحصد اللقب في النهائي بعد ما فاز في ركلات الجزاء الترجيحية على المنتخب الفرنسي، وأحرز المنتخب الأرجنتيني وتوج ليونيل ميسي جهوده مع المنتخب البرازيلي وأصبح هو بطل كأس العالم. طيب، احنا في سؤال صغير. طب مين هو هداف الجيل الحالي من كأس العالم؟ ليونيل ميسي اللاعب الأرجنتيني خلال البطولة أحرز 7 أهداف، ليجي في الترتيب الثاني بعد زميله في زميله الفرنسي لاعب المنتخب الفرنسي كيليان امبابي، واللي فاز بهداف البطولة التي أقيمت في قطر. وميسي قدم بطولة أسطورية في كأس العالم قطر 2022، وميسي 36 سنة قاد منتخب الأرجنتين. ميسي ما يقارب على 40 سنة قاد منتخب الأرجنتين للفوز باللقب الغائب عن منتخب الأرجنتين منذ ما يقرب من 36 عام. ومونديال قطر 2022 هو المونديال الأفضل ليونيل ميسي من 5 مونديالات و5 مشاركات وصل فيها خلالها للنهائي. منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي وصل للنهائي في مشاركتين. سجل لاعب باريس سان جيرمان كيليان امبابي سجل ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان 7 أهداف في البطولة. جه تاني خلف زميله كيليان امبابي، واللي احتل هداف البطولة برصيد 8 أهداف. ميسي ورونالدو ونيمار ومبابي. طيب مين الأفضل تاريخيا خلال مشاركاته في كأس العالم ما بين ميسي ورونالدو ونيمار وكيليان امبابي؟ طيب من هو هداف كأس العالم التاريخي من الجيل الحالي؟ طيب هنشوف. ميسي هو هداف كأس العالم التاريخي من الجيل الحالي. ليونيل ميسي هو الهداف التاريخي لكأس العالم من الجيل الحالي. بعد ميسي خلال ال7 أهداف وال7 أهداف اللي أحرزهم في مونديال قطر، أصبح رصيد ليونيل ميسي 13 هدف خلال مشاركاته في كأس العالم. وليونيل ميسي شارك مع منتخب الأرجنتين في 5 نسخ، سجل خلالها 13 هدف في 26 مباراة، وقدم 8 تمريرات حاسمة. ويعد ميسي هو اللاعب الوحيد الذي قدم تمريرات حاسمة في كل النسخ. يعني ميسي اللاعب الوحيد اللي عمل تمريرات حاسمة خلال مشاركاته في كأس العالم في 5 نسخ متتالية. وجي وراه البرازيلي بيليه، وجي ورا البرازيلي بيليه مارادونا اللي هو اللاعب الارجنتيني دياغو ارماندو مارادونا. وبعد كده بيجي وراهم الانجليزي ديفيد بيكهام لاعب منتخب انجلترا. دولت عملوا تمريرات حاسمه في 3 نسخ متتاليه. طب من هو هداف العالم حاليا؟ ياتي خلف ميسي اللي هو يعتبر هداف الجيل الحالي من لاعبين كأس العالم. بيجي وراه كيليان امبابي برصيد 12 هدف من مشاركتين فقط مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2018 و2022. بالعودة لحلم الطفولة نرجع لحلم الطفولة، رسالة عاطفية من ميسي بعد لقب كأس العالم. ويبدو أن كيليان امبابي
يعني احنا لما نشوف امبابي لاعب شاب 24 سنه وسجل 12 هدف في نسختين كاس عالم، فالتاريخ كله مفتوح له وبقول له تعالى علشان تبقى انت الهداف التاريخي لكأس العالم عبر التاريخ، بتحطم كل الألقاب وكل يعني هيحطم كل المناسبات لو مشى على الطريقة ديت. طيب من هو هداف كأس العالم 2022؟ طيب هداف كأس العالم 2022 كيليان امبابي، خطف اللاعب كيليان امبابي صدارة الهدافين في كأس العالم 2022 برصيد 8 أهداف بعد ما سجل ثلاثية تاريخية في نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين. وجي وراه على طول اللاعب الأرجنتيني الأسطورة ليونيل ميسي برصيد 7 أهداف. طيب مين اللاعب اللي سجل 15 هدف في نهائيات كأس العالم؟ اللاعب اللي سجل 15 هدف في نهائيات كأس العالم هو البرازيلي رونالدو. وما أدراك ما رونالدو، رونالدو الأسطورة حكاية، سجل 15 هدف في كأس العالم في 19 مباراة. وجا وراه الألماني جيرارد مولر. مولر جه ورا البرازيلي رونالدو في عدد تسجيل الأهداف في كأس العالم. رونالدو سجل 15 هدف في 19 مباراة، وجه وراه مولر ب 14 هدف في 13 مباراة. طيب كريستيانو رونالدو الأسطورة الحية اللي اتنقل لنادي النصر السعودي، وفخر لكل العرب ان نادي النصر السعودي بيجيب أسطورة زي رونالدو. طيب رونالدو سجل كم هدف في تاريخ كأس العالم؟ رونالدو اللاعب البرازيلي الأسطورة سجل 8 أهداف في تاريخ كأس العالم في 22 مباراة، منها 4 أهداف في مونديال روسيا 2018. مونديال روسيا 2018 المنتخب البرتغالي طلع منه من الدور ثمن النهائي. ومشاركة رونالدو في مونديال قطر 2022 كانت مشاركة متواضعة. المنتخب البرتغالي كانت نتائجه مخيبة للأمال، ولم يسجل سوى هدف واحد كريستيانو رونالدو، وخرج مع منتخب بلاده من ربع النهائي لما خسروا من المغرب. فخر العرب المنتخب المغربي اللي شرف كل العرب فاز على المنتخب البرتغالي 1-0. طيب عندنا بنشوف ترتيب هداف العالم على مر التاريخ، يعني ترتيب